كابتن محمد الحضري منورنا. الفيديو ده هيروح فين؟ الصفحه الرسميه لشباب ابو طاحون ان شاء الله. صح كده؟ مرحب بيك يا كابتن، وانا بتشرف بيك، وان شاء الله اللقاء يعجب الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبي يا كابتن. انت كنت بتطلع مع الفريق من زمان، تفتكر مع مين؟ انا فريق الطواحنه. بدايه مروحي مع فريق الطواحنه كان جيل بتاع الكابتن برنس والكابتن سعيد رفعت والكابتن حماده فاروق والكابتن محمد متولي والجيل ده يعني، وكده ظهر الجيل بتاعك بقى. انت كنت في بداياتك كنت انت في وسط المجموعه دي، الكابتن حماده والكابتن سعيد محمد متولي والكابتن محمود ياسين. دي كنت انت في بدايتك معاهم. بعد كده طلع الجيل بتاعك انت وكابتن محمد صلاح صبيح، كابتن محمد السيد، وانت مع حفظ اللقب يعني. كابتن سيد خيش كان الحارس بتاعكم رضا السيد. واحمد علاء وقف، وكابتن السيد خيشه، واحيانا كان الكابتن اسامه. بصراحه ده افضل تيم عجبني، لانكم كنتوا مجموعه كلها كويسه، مجموعه بتلعب كوره. كان الكابتن رضا في حراسه المرمى، وكابتن محمد صلاح صبيح، والكابتن اسامه في الدفاع. كان معاك كابتن احمد شلبي والكابتن محمد السيد الزمر، وانت طبعا ده كان الجيل اللي هو قبل جيل علاء كانت مجموعه محترمه. رضا بعد كده طلع الجيل اللي هو يعتبر من جيلي مع حفظ الالقاب يعني، محمد الهادي وعلاء احمد رضا. احمد رضا ده على فكره يعني يعتبر، خلي بالك كان بيلعب. الناس اللي ما تعرفوش ان احمد رضا كان بيلعب وكانت ركبته بايظه. دي حقيقه. عامل حادثه وكان مركب مسامير في ركبته. دي حقيقه، بس بسم الله ما شاء الله كان لاعب موهوب. كان ما شاء الله يعني، رغم الاصابه دي كان بيبقى من ماتشات كتير كان بيطلع افضل لاعب في كان لاعب موهوب بصراحه يعني. وكان علاء بصراحه الطواحنه كان فيها اجيال حلوه فعلا. وكل جيل مختلف عن الثاني. انت مثلا شايف الفتره الحلوه اللي عشتها مع تيم مثلا؟ هو يعتبر الجيل بتاعكم. تمام. الجيل بتاعكم كان جيل كله يعني يعتبر بيحب بعض. كان جيل كله يعتبر يعني لاعيبه كوره كلهم، اللي هو الجيل بتاعكم. طب الجيل الجديد اللي هو بيلعب دلوقتي، احنا عاوزين يعني نوجه له رساله ونحفزه، وان هم ان شاء الله يعني يعملوا حاجات كتير باسم الطواحنه ويبقوا افضل من كده. وانت تنصحهم بايه؟ والله هم عندهم كتير، كمجموعه عندهم كتير، بس انا دايما ببعت لهم الرسائل دي على الجروب اللي انا موجود فيه، ان اي منظومه بتبدا بالنظام، ودي اي منظومه في العالم بتبدا بالنظام. تمام. ان احنا نحب بعض، ان احنا نخاف على بعض، مصلحه الفريق تبقى واحده. مش مهم مين يلعب، مش مهم مين يقعد دكه، مش مهم مين يشارك، الكلام ده يعني. هم عندهم كتير بصراحه يعني، وبيخشوا دورات يعملوا فيها. هو جيل محترم بصراحه جدا، جيل متكامل من حراسه المرمى يعني. بص بسم الله ما شاء الله يعني، جيل موجود فيه بدل الحارس 3 و4 ما شاء الله يعني. سعيد تولدو بسم الله ما شاء الله يعني. ابراهيم كابتن ابراهيم. عندك مصطفى باين. مصطفى علاء واحمد عبد الله كان كريم، بس ربنا يشفيه عشان ظهره بس. كريم لولا الاصابات كريم كان البلد من الحراس اللي يعني ايه الاصابه ظلمات صراحه يعني. بس الظهر يعني حارس موهوب بصراحه. بس والله روحه حلوه، بيطلع مع الفريق ومعاهم كابتن محمد الهادي كابتن الفريق، وكابتن خالد المدير الفني. هم مجموعه محترمه بصراحه، وعندهم حاجات كتير عايزين يقدموها للبلد، واحيانا سوء التوفيق ما بيحالفهمش في كذا دوره يعني. بس انت بقى يعني انت كلمتك ليهم ان شاء الله يعني احنا داخلين في الصيف وهتلاقي في دورات جايه للطواحنه كتير ان شاء الله، وهم هيشاركوا فيها. اللي انت شايف يعني تنصحهم بايه الفتره اللي جايه عشان يحققوا بطوله لبلدهم؟ تنصحهم بايه؟ والله زي ما انا قلت لك، ان هم يبقوا مجموعه محترمه. المهم بس هم ناقصهم بس ان هم يبقى مجموعه متكامله، يحبوا بعض، يخافوا على الفريق، يخافوا على اسم الطواحنه، ما يهدوش اسم الطواحنه اللي الناس اللي قبليهم بنوه. تمام. والطواحنه يعني
شرف لاي دوره انها تشارك في الدوره ديت. طواحنا اسم كبير، احنا نتمنى منكم ان شاء الله الفتره الجايه تعلوا اسم الطواحنه اكتر، وان شاء الله تحققوا لنا بطوله واثنين وثلاثه في الصيف ان شاء الله. كان ادمن الصفحه رفع على الصفحه من فتره ان هو عاوز يعمل برنامج بودكاست، وهو حدد ان اللي حابب يطلع كده. الفكره ممتازه وجميله. بس انت ايه رايك في حلقه اللي احنا عملناها وصورناها مع الصقر واترفعت؟ انت شايف ايه؟ كانت حلقه ممتازه، وانا يعني كنت شاركت فيها ان انا صورتها. انت اللي كنت موجود وتصور. كانت حلقه ممتازه بصراحه، بس يعني مع احترامي للكابتن احمد الصقر، يعني احنا ممكن يكون ما حالفناش الحظ ان احنا كنا المفروض نبدا بالناس القدامى الاول وهو يجي بعد كده. مع احترامي ليه كلاعب كبير، هو كان ملوش اي ذنب في اي حاجه. اول الصفحه هو الراجل قال لك انا موافق ان انا اصور على الفكره. هو ادمن الصفحه لما تواصل معانا ان احنا نعمل حاجه زي دي، كان قال ان اللي جاهز هبعت لكم ان احنا نصور معاه. نسقت مع لاعب كذا هنصور معاه. احمد الصقر. بس فيما بعد ان شاء الله احنا اللي هننسق مع الناس، هنقول له احنا جايين نصور معاك، اجهز يعني ناخد منك ميعاد نشوفك انت فاضي امتى. دي بتاعتك انت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هننسقك واحنا بنصور الفتره الجايه ان شاء الله. وهترفع انت برضه للصفحه وهو يرفع. مع احترامنا للاعيبه اللي موجوده دلوقتي، اللعيبه الصغيره، احنا هنبدا بالناس القدامى الاول وبعدين اللعيبه الصغيره خلي بالك ما اعترضوش على حاجه. انا بقول لك انا بقول لك بس لو الناس الكبيره مش متواجده هنصور معاهم ان شاء الله. ان شاء الله احنا لو الناس الكبيره متواجده نصور معاهم على قدر المستطاع ان شاء الله. ان شاء الله. والناس اللي حتى في لعيبه كتير ما شفتهمش، لا احنا حابينك انك تظهر ان شاء الله والناس تشوفك ونتكلم عن لعبك حتى يعني معظم الاجيال الجديده ممكن يكون من ضمنهم انا في ناس ما حضرتهاش، فاحنا عايزين نتعرف على الناس دي ولعبوا الطواحنه امتى وعملوا ايه مع الطواحنه وخدوا بطولات ايه، فاحنا نعرف تاريخ الناس دي لما نعمل الفيديوهات دي ان شاء الله. شكرا يا كابتن حضرتك. شكرا يا كابتن.